السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل الفطير المورق بطريقة حلوة جدا وسهلة وإن شاء الله هتعجبكم. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة طبعا بنجيب الدقيق ونحط عليه ملح ومية، مية عادي من الحنفية خالص، وبنعجن بقى الكلام ده كله كويس قوي مع بعض. مش بنحط أي حاجة تانية، مفيش أي إضافات للفطير، هو الفطير مية وملح ودقيق بس. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نعجنه كويس قوي. في المرحله دي لازم يتعجن ما يقلش عن ربع ساعه او اكتر على ايدك. طبعا لازم نعجنها كويس جدا عشان تطلع معاكم حلوه وما تقطعش لما نيجي نفردها. وبعد كده بنسيب العجين يرتاح شويه، لان كل ما هتريحوا العجين مده اطول طبعا هيبقى بالنسبه لكم يعني الموضوع سهل في الفرد. وبعد كده بنجيب بقى الصينيه بتاعتي ونحط فيها شويه من الزيت. بعد كده مش بنستخدم بقى دي خالص في الفطير، هنعمل بقى الفطير على الحجم اللي انتوا عايزينه. وبعد كده نبتدي ان احنا ندهنه بقى من الزيت، بالزيت كويس من تحت ومن فوق كده، عشان طبعا العجين ما يقشرش معاكم، وكمان عشان الفطيرة تبقى طبعا سهلة في الفرد يعني. هنبتدي بقى ان احنا نشكلها بالشكل ده كده، ونبتدي ان احنا نعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وبعد كده بقى بعد ما عملنا الفطير بتاعنا بالشكل ده ودهناه زيت كويس جدا من كل الجوانب، بنسيب بقى الفطير بتاعي نغطيه ونسيبه شوية كده برضو يرتاح مرة تانية. زي ما قلت لكم كل ما هتسيبوا الفطير يرتاح هيطلع طبعا نتيجته احلى بكتير. وبعد كده بقى هنغطيه بقى شوية كده يعني بأي بقى حاجة طبعا، يعني نجيب استرتش أو نجيب كيس كده أو أي حاجة لازم نغطيه. طبعا ما ينفعش نغطيه بقماش خالص لأن هو طبعا مدهون زيت، فهنجيب بقى استرتش كده ونغطيه أو كيسة. وبعد كده نسيبه بقى يرتاح شوية. في المرحلة دي بقى هنبتدي ان احنا نفرد بقى العجين بتاعنا. انا عايزة اقول لكم بقى ان انا عملت فطير مشلتت وفطير طبعا محشي كده طعمه حلو قوي. عايزة اقول لكم طلع طعمه يجنن بجد. بس عايزه اقول لكم حاجه بصراحه، يعني مهما بنعمل فطير سبحان الله مش بيبقى زي الفطير بتاع طبعا امهاتنا، ربنا يرحمهم يا رب كده رحمه واسعه. وكل ام لسه موجوده ربنا يديها الصحه وطولة العمر. بس دايما كده بيبقى في حاجه ناقصه، وهي طبعا البركه في البيت يعني وفي كل حاجه بنعملها، فربنا يرحمهم يا رب. المهم بقى هنبتدي ان احنا نفرد الفطير بتاعنا. باجيب بقى الفطير بتاعنا، باجيب صينيه كده وابتدي افرده بس نص فرده، يعني مش بفرده قوي، بفرده بس نص فرده كده. وطبعا انا حاطه زيت كويس جدا في المرحله دي، اهم حاجه فيها زيت. طبعا هتلاقوه هيتفرد معاكم، بصوا تحس ان انتوا بتعملوا كده حاجه يعني ملبن كده في ايديكم. هنبتدي ان احنا نحطهم فوق بعض، ده بيسهل عليا الفرد. كل ما زي ما قلت لكم كل ما هنريحه فهيبقى الفرد بالنسبه لي سهل. فالمرحله دي مهمه جدا، بتخلي الفرد طبعا معاكم بيطلع سهل جدا وبسرعه بتفردوه بمنتهى السهوله، مش بياخد معاكم وقت طبعا. فبعد بقى ما عملت الكميه كلها بنفس الطريقه دي، طبعا انا دهن زيت كويس جدا عشان ما يلزقوش. هنحط بقى فوق بعضه كده، وبعد كده بقى ناخد بقى كل واحده كده ونفردها بقى لوحدها. هتلاقوا الفرد بقى بالنسبه لكم بقى سهل قوي. تمام. بعد كده بقى هو خدت واحده بواحده، وطبعا انا دهنه الصينيه بتاعتي، انا جايبه صينيه قلبها كده. لو انتوا عندكم بقى الطبليه اللي هي بتبقى مدوره دي بتبقى اسهل طبعا بكتير جدا. فانا دهنه بقى الصينيه بتاعتي دي قلبها وحطها تحتيها زي كرسي كده. وهبتدي ان انا بقى اورق الفطير بتاعي. بصوا نبتدي ناخد الاطراف، اهم حاجه الاطراف عشان ما تبقاش طبعا تخينه كده. نبتدي ان احنا ناخد الاطراف ونشدها. شايفين ما شاء الله الفطير طالع عامل ازاي؟ يعني بصوا هو بيتفرد بمنتهى السهوله، وطبعا مش بيتقطع قوي يعني، وتحسوا ان هو بصوا بيتفرد ازاي ما شاء الله. ليه بقى؟ ده بيرجع بقى ان انا اهم حاجه عجنت العجين كويس جدا، وطبعا استخدمت نوع دقيق يكون كويس، وسبتها طبعا ترتاح. كل الحاجات دي بتخلي الفطير معاكي يطلع زي اللي بنجيبه من بره كمان واجمل. هنبتدي بقى ان احنا نجيب السمنه. جيبوا بقى السمنه اللي انتوا عايزينها، سمنه على زبده على زيت سمنه بلدي، بس اللي انتوا عايزينه المتاح عندكم اعملوه. وهنبتدي ناخد الاطراف بقى، اول طرف ده، ونبتدي ان احنا كل طرف هنتنيه. هنبدا ان احنا نحط بقى طبعا طبقه من السمنه في النص. هنبتدي ان احنا نعمل الاطراف كلها نقفلها بالشكل ده كده. ناخد بقى الطرف التاني ونبتدي ان احنا نقفل. وطبعا اهم حاجه واحنا بنقفل كده نبدا ان احنا نشد بقى كده الاجزاء طبعا اللي اتنت معايا دي. وما تقلقوش خالص، هتتفرد معاكم بمنتهى السهوله طول ما انتوا حاطين زيت كويس. ما تقلقوش هتتفرد معاكم ولا هتكلكع ولا اي حاجه. نفرد بقى
زي ما قلت لكم نحط بقى بين الطبقات كده سمنه، ونفرد بقى كويس جدا. شوفوا هتحسوا ان في اجزاء كده اتنت، هنفردها بمنتهى السهوله ونشد بقى كويس جدا عشان طبعا الفطير بتاعي يطلع رقيق كده ومورق، وطبعا يطلع طعمه حلو. ندهن بقى الزيت وبعد كده نقفلها بقى الفطيره بالشكل ده كده. واهم حاجه نجيب بقى صينيه. طبعا يا جماعه معلش اعذروني لان اللي مصوراني طبعا بنت اختي، وعايزه اقول لكم يعني فاشله جدا في التصوير ففي اجزاء كده هتلاقوها متقطعه معايا، بس معلش بقى. المهم هنفرد بقى في صينيه الخبز. اهم حاجه نحطها شويه في صينيه الخبز الفطيره بعد ما بدانا ان احنا نلمها. هنحطها في شويه في صينيه الخبز ونسيبها بس 5 دقايق ترتاح، وبعد كده هنبتدي ان احنا نفردها تاني بايدينا كده لحد ما تبقى رقيقه شويه، ما تبقاش تخينه قوي. تمام. وبعد كده نحط عليها بقى طبقه من الزبده او طبقه من القشطه، وطبعا نحطها في الفرن. بصوا هتحسوا بقى ان هي بصوا تبداوا تفردوا كده لحد ما تبقى ايه، مش ما نحاول بقى ما نفردهاش قوي عشان طبعا ما تبقاش رقيقه جدا يعني. وحطيت بقى عليها طبقه القشطه، وطبعا بتدخل فرن عالي جدا يعني فوق درجه حراره كده تكون عاليه. هنبتدي ان احنا بقى ندخلها في الفرن، وبعد كده نبتدي ان احنا نسويها لحد ما تاخد لون من تحت ومن فوق، ونخرجها بقى بالهنا والشفا. تعالوا بقى نعمل واحدة تانية كده محشية. عايزة اقول لكم المحشية دي احنا كنا قاعدين بقى بنعمل في الفرن ومش بنلحق نطلع واحدة وتستنى يعني، بقى ولادي وولاد خواتي كده قاعدين ورانا، كل ما واحدة تخرج من الفرن يقطعوها على طول وياكلوها طبعا بالهنا والشفا يعني. هي طبعا مش بتتاكل غير كده وهي سخنة، فهم طبعا عملوا الصح يعني. المهم انا فردت بقى الفطيره التانية. بصوا ما شاء الله شايفين، عايزه اوريكم بس. المهم ان احنا بناخد من النص كده على بره. بصوا الجمال ما شاء الله، يعني طالع حلو جدا. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان احنا نسيبه يرتاح شويه. بصوا اتفرد معايا بمنتهى السهوله، ولا محتاجين دقيق ولا محتاجين اي حاجه. وزي ما قلت لكم برده بنت اختي ما بتعرفش تصور. المهم انا قفلت بقى جنبين الطرفين قفلتهم، وهبتدي ان انا احط الحشوه بقى، الحشوه اللي انتوا عايزينها بقى. انا حطيت فلفل الوان، طماطم، لحمه معصجه، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي حاجه بقى عندكم حابين تحطوها جوه الفطيره حطوها. في ناس تحب تحط السجق، وفي ناس تحب تحط بقى حاجات اللي هي التركي المدخن واللانشون والحاجات دي، براحتكم بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. ونبتدي ان احنا نقفل بقى. انا قفلت طرفين وبقى الطرفين التانيين ابتديت ان انا بقى اقفل الطرف التاني. وبعدين هناخد بقى الطرف الاخير ده ونبتدي ان احنا نقفله. وطبعا حاطه طبقه من السمنه في النص. هنبتدي ان احنا نقفله بالشكل ده. بصوا اهم حاجه الزيادات دي بندخلها جوه، ما تقلقوش خالص، بس واحنا بندخلها في النص ما نحاول على قد ما نقدر نفردها يعني، ما نخليهاش بقى مكلكعه يعني، حاولوا تفردوها على قد ما تقدروا. وطبعا لو في بقى اجزاء زياده كده حاسين ان هي هتبقى زياده قوي، مفيش اي مشكله، ممكن نقطعها بالسكينه، مفيش مشكله. هنشيل بقى الاطراف دي كده، وبعد كده نساوي بقى الفطيره بتاعتي ونسيبها برضو ترتاح شويه قبل ما نحطها في الفرن، عشان زي ما قلت لكم هنفردها فرده كمان كده عشان تبقى طالعه طبعا زي ما انتم شايفين كده. حطيتها بقى في الفرن وعليها شويه بقى من القشطه وشويه من السمنه، وشايفين ما شاء الله بقى طلعت عامله ازاي. بصوا الجمال. طبعا هي بصوا يعني ملحقوش بس يخرجوها من الصينيه يعني، وهي في الصينيه كده كانت بتتاكل. بسم الله ما شاء الله طعمها حلو جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا الوصفه دي. هي وصفه سهله كده، اي نعم فيها شويه تعب كده، بس طبعا لما بنعمل حاجه كده وبتعجب ولادنا طبعا بننسى اي تعب طبعا كنا حاسين بيه. بس كده جربوا بقى الوصفه وان شاء الله هتعجبكم جدا. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما ننساش طبعا نضغط اعجاب عشان احنا فعلا تعبنا في الفيديو ده جدا. وخصوصا طبعا بنت اختي اللي بوظت الفيديو وما صورتهوش كويس بس يلا كتر خيرها. بس بقى شايفين بقى الجمال ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا من جوه بقى والجبنه طبعا اللحمه المفرومه والحاجات دي كلها. بصوا لما بتستوي بقى مع بعضها كده بتحسوا بقى بطعم خطير. وطبعا الفطير مش عايزه اقول لكم مورق جدا. بصوا طالع عامل ازاي ما شاء الله. شايفين مورق ازاي. بصوا الجمال. وبصوا من جوه بقى المنظر الخطير ده. بس كده خلصت وصفه النهارده. استنوني في وصفه تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.